ازاي تجيب اول دولار ليك بالذات لو الانجليزي بتاعك ضعيف. الفيديو ده مش للناس الجامده في الانجليش ولا للناس الفلوينت ولا للناس اللي عدت ليفلات كتيره. الفيديو ده للناس اللي الانجليزي بتاعها ضعيف وستيل عايزين يطلعوا فلوس دولار. الفيديو ده بتاعك يا صاحبي، فلو عايز توصل لده خليك معايا وهتعرف كل حاجه. ومساء الفل everybody، معاكم عمر عبد الرحيم. معلش يا عم المونتير، معلش ارجع لنا شويه لورا. ومساء الفل everybody، معاكم عمر عبد الرحيم. هي دي. اهلا وسهلا بيكم يا شباب ويا بنات في فيديو جديد. خلينا نبدا بالحقيقه اللي محدش بيقولها ومحدش بيفضل ان هو يقولها. ينفع لو انا ما عنديش انجلش اطلع فلوس؟ ما البني ادمين كلها عايشه ازاي؟ معلش الكائن الحجري اللي ما كانش اصلا بيتكلم يعني كان عايش ازاي؟ فمن غير لغه هتعرف تطلع فلوس، بس ممكن ما تكفكش وممكن ما تخلكش تحقق الأحلام اللي انت فعلا عايز تحققها. فالكلام اللي انا هقوله على مدار الفيديو ده لا يغنيك عن تعلمك للإنجليش، بس اللي انا عايز اكلمك فيه هي الفيز او المرحله اللي هو انا الإنجليش بتاعي ضعيف، عايز اطلع فلوس لحد ما اظبط الإنجليش. دي المرحله، فده لا يغنيك عن ان انت تشتغل على الإنجليش وتتحسن فيه وتوصل لمستويات عاليه. وخليني اقول لك ليه ممكن تطلع فلوس وانت اصلا مستواك لسه ضعيف في الانجليش. مش كل الشغلانات فيها ميتينجز ولا كل الشغلانات فيها برزنتيشنز، ودلوقتي اصلا اغلب الشغل اللي ما فيهوش كلام كتير هو فيه تنفيذ اكتر. فاحنا هنركز على الشغلانات اللي بتبقى مبنيه على المهارات. وخليني هنا افاجئك بحاجه، ان اول دولار مش بيجي من مهاره كبيره، هو اول دولار بيجي من مهاره صغيره بس اتدربنا عليها كتير. لان ما حدش في الدنيا مهما كان قوي بيبدا ببروجكت كبير اول مره لاول عميل، لا الموضوع بياخد منه شويه وقت. طيب خلينا اديك امثله على الشغلانات اللي انا قصدي عليها ان انت تقدر تشتغلها وانت ما عندكش انجلش قوي، زي الداتا انتري، زي الترانسكريبشن، ادوات الاي اي او الاي اي تولز، الرايتنج البسيط اللي بيبقى فيه كوبي اند بيست كتير، حد محتاجك ترتب له ملفات او تغير اكستنشنز او امتدادات بتاعه ملفات، تعديلات بسيطه جدا على حاجه زي كانفا، حد محتاج حد يقعد يعمل له ابلودنج لداتا كتيره جدا ويعمل لها سكادجولينج لاي سبب او لاي منصه. في دلوقتي الفيرتشوال اسيستنت تاسكس، ان انت ممكن تشتغل فيرتشوال اسيستنت مع حد ومش مضطر اصلا انك تقابله. ومهارات تانية زي الايديتنج بقى، سواء كان فيديو ايديتنج او جرافيك ديزايننج. كل ده خلينا افاجئك ان انت مش محتاج انجليزي قوي عشان خاطر تتعلمه كويس. كل ده دلوقتي بقى موجود بالمحتوى العربي وفي كورسز فيه كتير. لان انا شايف ان المحتوى العربي مؤخرا بقى فيه اثراء شويه في الحته بتاعت الكورسز والحته بتاعت الدورات والمهارات. فانت عشان تتعلم المهاره مش محتاج انجلش قوي، فده ممكن ياخد منك حوالي من 3 ل6 شهور، فده هيديك وقت اطول ان انت تظبط الانجلش بتاعك. امتى هنا بقى تحتاج الانجلش؟ لما تيجي تكلم اول عميل. بس عايز اقول لك ان في الكلام مع العميل انت مش بتقعد ترغي معاه كتير، يعني هي التاسكات بتبقى بيسك جدا، انا عايز 1 2 3 والتفاصيل بتاعته 1 2 3، خلاص انا اقدر اعمل ده، طب ايه رايك نعمل ده. فالكونفرسيشنز حتى او الدايالوجز ما بتبقاش طويله جدا، وجمل ثابته، سواء كانت بقى الجريتنجز او التحيات او الاسئله بتاعت how are you او الاجابات بتاعت I can do that، واسئله بسيطه زي any changes you need. ولو عطلت في حاجه عادي عندنا تشات جي بي تي يقدر يساعدك. ده في الحاجات الكتابيه او التواصل الكتابي. لكن طبعا في التواصل اللي بيبقى فيه فويس او ان انت هتكلم كلاينت عن طريق التليفون او عن طريق اونلاين ميتنج، ولو مش بيتكلم عربي فهتحتاج ان انت تتكلم معاه بالانجلش، وبرده ستيل مش محتاج قدر ادفانسد قوي من الانجليش عشان تقدر ان انت تتواصل مع الكلاينتس. انا اعرف ناس بشكل شخصي اقسم بربي ما بيعرفش يقول حتى كلمه هالو بالانجليش. الراجل ده عمل ايه؟ بعت لي شويه جمل كده بتاع 30 40 جمله وقال لي بالعربي، يعني هو بعتهم لي بالعربي وقال لي اترجمهم له بالانجليش وحطيتهم له في دوكيمنت مختلف، فبقت دي قصاد دي، دي قصاد دي، فبياخدها كوبي ويبعت للكاستمر، الكاستمر قال له كذا بيترجمه وبيبعت له جمله من اللي انا كاتبها له. ففعلا مفيش اي نوع من انواع التواصل بشكل صوتي يعني بينه وبين الكلاينت. وخلي بالك احنا لحد المرحله دي انت عديت زي ما قلت لك من 3 ل6 شهور، فانت المفروض برضو في اثناء ده انت بتشتغل على الانجليش بتاعك. طب ازاي بقى عمر اطور الانجليش بجانب ده؟ انا عايز اقول لك ان وانت بتتعلم الحاجه وانت بتعملها براكتسنج وبتتفرج على فيديوز وبتتكلم مع كلاينتس، انت لوحدك اوريدي الانجليش بتاعك بيتطور، وده اللي بنسميه subconscious learning، كنت اتكلمت عنه في فيديو قبل كده. هتلاقي مع كل تاسك او كل تواصل مع كلاينت انت بتتعلم كلمه جديده سواء منه او كلمه انت محتاجها فعارفها بالعربي فرحت تترجمها فاستخدمتها فعملت لها براكتسنج فتعلمتها، هتلاقي نفسك اتعلمت جمله جديده، قاعده جرامر اتعرفت عليها، فهتلاقي نفسك المستوى بتاعك بيعلى من غير حتى ما تحس. فهتحاول مع الوقت ان انت تتعلم كلمات اكتر، اكسبريشنز اكتر عشان تقدر تستخدمها مع الكلاينتس، وفي نفس الوقت تضيفهم
او تضيفها للحصيله اللغويه بتاعتك. فانا خلاص كده عرفت المهاره اللي انا ممكن اكون مختارها الفتره دي، والمهارات اللي انا قلتها دي كانت على سبيل المثال مش يعني وليس الحصر، فتقدر تختار اي مهاره تانية بتحتاج نفس الاحتياجات دي ومش محتاج الانجليش عالي. وعرفت برضو ان انا في اثناء ما انا شغال اقدر ان انا اطور الانجليش بتاعي وشغال عليه برضو في نفس الوقت عشان اعلي من نفسي وازود فرصي. طب فرصي بقى تقدر تزيد ازاي لو زودت الانجليش؟ اولا التواصل مع الكاستمرز هيكون اسرع واريح سواء بالنسبه لك او بالنسبه لهم. هتقدر تشترك على منصات فريلانسنج اكتر، وتقدر ان انت تبعت ايميلز لشركات تعرض عليهم شغلك اكتر، فده اكيد طبعا هيزود من فرص ان انت تشتغل وهيزود من البوتنشال كلاينتس عندك او العملاء المحتملين. الدخل بيعلى لما تخلص اسرع وتقلل الغلط بتاعك وتفهم المطلوب وتبقى شخص معتمد عليه او dependable، اللي هم من الاخر كل ما بقيت efficient اكتر كل ما قدرت ان انت تعمل فلوس اكتر وتزود دخلك. طب يعني ايه efficient؟ ده سؤال مهم من متابع غالي عندي ومش هينفع ان انا اكسفه. شخص efficient اللي هو الشخص اللي بيوصل لنتيجة بس باهدارات اقل او اهلاكات اقل، يعني بينجز في الوقت، ما بيغلطش كتير فما بيضيعش وقت ولا يضيع فلوس ولا مجهود، وبيوصل لنتيجة ممتازة جدا. كل اللي انا قلته لحد دلوقتي ملوش علاقه بمستواك الحالي في اللغه. من اكبر بقى الحاجات اللي ممكن تكذب على نفسك فيها، وغالبا ممكن تكون انت بتعمل كده دلوقتي، اللي هو بص انا مش هشتغل غير لما اتعلم انجلش قوي. يا معلم you will never be perfect. انا اسف ان انا بقولها لك كده، وبقول لك كده لان انا شخص بقالي تقريبا 25 سنه بتكلم انجلش و I'm still not perfect، بس ده ما منعنيش ان انا اتعلم حاجات تانية، ما منعنيش ان انا اطور من مهاراتي، ما منعنيش ان انا اصلا اتعلم حاجات تانية بالانجلش. فما تستناش اللحظه بتاعت ان انا هبقى قوي في الحاجه بعد كده ابتدي ان انا اشتغلها، ده مش هيحصل. فصدق ده، والمهم انك تبدا. في بقى نقطة برضو عايز اتكلم فيها في الحتة بتاعت الفريلانسنج والتواصل مع الكلاينتس، حتة الخوف. انا خايف اتكلم مع الكاستمر وتلاقي قلبك بيترعش كده، واللي هو طب انا خايف من حكمه عليا، طب فرضا ما عجبوش التاسكس، طب ايه المشكلة؟ يعني والله بجد اقعد كده اتكلم مع نفسك، طب ايه الورست كيس سيناريو اللي ممكن يحصل؟ انا قدمت على بروجكت، الكلاينت ما عجبوش شغلي، البروجكت هيتكنسل، بس انا هنا اتعلمت حاجه، اتعلمت ان في مهاره معينه محتاجها، اتعلمت ان في تواصل انا محتاجه، وعرفت مشكلتي فين وعارف اشتغل عليها ازاي. فانت اوريدي طالع كسبان. والمكسب الاكبر ان 50% من الخوف اللي كان عندك قبل التواصل مع الكاستمر راح، فبتخش على الكلاينت اللي بعده او الكاستمر اللي بعده انت عندك ثقه في نفسك اكتر، وهكذا بتقعد بقى النسبه دي تزيد بتاعت كسر الخوف لحد ما تبقى 100%. انت حرفيا ما عندكش اي نوع من انواع القلق او الخوف قبل التواصل مع اي كاستمر. فالانجليزي تقدر تعتبره بوابه وتقدر تعتبره سلم يوصلك لحاجات كتيره جدا، بس ده مش معناه ان انا هوصل لاخر السلم عشان خاطر اخش الباب، لا، هو طول ما انت طالع في بيبان يمين وشمال، فاقعد خبط على البيبان دي يا معلم يمين وشمال لحد ما توصل. لان خليني هنا اقول لك على حاجه، كل ما هتجيب فلوس حتى لو المستوى بتاعك قليل في الانجليش، كل ما هتلاقي نفسك متشجع ومتحمس ان انت تكمل اكتر، لان انت شفت نتيجه ده، شفت ال ROI او ال Return on Investment بتاع شغلك ان انت اشتغلت على نفسك في الانجليش. فهتحتاج ان انت تعلي من نفسك عشان خاطر تجيب اكتر. المهم انك تبدأ وتبطل procrastination. تعرف هنا انا عايز اقول لك ايه، بس محتاج تبطله. فلو حاسس انك واقف يا صاحبي عشان اللغه، صدقني مش ده اللي موقفك خالص. توكل على الله وابدا، وما تخافش من اللي جاي، لان هو ربنا سبحانه وتعالى كتب عليك السعي ما كتبش عليك النتيجه. ولو انت فعلا بتكسب دلوقتي بالدولار، اكتب لنا كده في كومنت قول لنا اول دولار كسبته ازاي. يا رب تكونوا اتبسطتوا النهارده او استفدتوا. ثانك يو سو ماتش فور واتشنج، واشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي.